الأعياد والاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في اليونان؟ بالأمس كان هناك قداس عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية هنا في اليونان. يعني روح الوحدة الوطنية كان هنا موجود في هذه الكنيسة التي تقع في جنوب العاصمة اليونانية أثينا. عدد من أبناء الجالية المصرية وأعضاء السفارة والسفير المصري كانوا موجودين في هذا الاحتفال. طبعا هذا الاحتفال يعني بيأكد على الوحدة الوطنية عندما تشاهدي شروق العدد من المسلمين موجودين داخل الكنيسة مع إخوانهم المسيحيين. ده بيؤكد على الوحدة الوطنية وخصوصا لأبناء المهجر، وطبعا اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية والفرح كان موجود في داخل الكنيسة. طبعا كان هناك أسقف الكنيسة استقبل الإخوة المسلمين. الأجواء في الكنيسة القبطية المصرية يعني كانت دافئة ومفعمة بالمحبة، وعكست روح الفرح والوحدة اللي بتميز أبناء الجالية المصرية كما ذكرت في المهجر. الاحتفال كان مناسبة إنسانية ووطنية جامعة امتزجت فيها المشاعر الروحية بروح التآخي بين المصريين مسيحيين ومسلمين في صورة بتعكس عمق الترابط الوطني خارج حدود الوطن. وشهد يعني والسفير طبعا وأعضاء ورموز من الجالية وأعضاء البعثة الدبلوماسية، يعني ده كل وجودهم في الكنيسة أضفى طابع خاص على الاحتفال والأعياد، وسادت الكنيسة أجواء من البهجة والسكينة، وتبادل الحضور التهاني في مشهد كما ذكرت عبر عن وحدة النسيج المصري. خلال الاحتفال طبعا نقل السفير المصري نص رسالة التهنئة الموجهة من السيد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية القبطية في اليونان بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لأبناء الجالية أن يعيد هذه المناسبة بكل الخير والبركات، ولمصرنا الغالية دوام الرخاء والازدهار. وأعرب نيافة البابا بافلوس أسقف اليونان عن بالغ الامتنان والتقدير لتهنئة السيد رئيس الجمهورية لأقباط مصر، ووجه الشكر للذين شاركوا بحضورهم هذا الاحتفال. عقب ذلك ألقيت كلمة قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التي حملت معاني روحية وإنسانية عميقة، وركزت الكلمة على أن عيد الميلاد هو عيد الفرح والسلام والمحبة، ودعوة دائمة للتقارب بين الناس ونشر روح التسامح وقبول الآخر. يعني يبدو أن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في اليونان كانت يعني تبدو أنها مليئة بالدفء، وزي ما بنتابع في الصور هذه يعني بعض اللقطات والفيديوهات من داخل الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في اليونان. كل عام وكل أقباط مصر والعالم بخير، كل سنة وأنت طيب وبخير. عبد الستار بركات مراسلنا في أثينا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. وبكده